معلش ما هم الدقيقتين بتوعي برضه. أما قال علي خامنئي قال لا يجوز سب رموز السنة، ما قالش رموز الإسلام، ودي سبة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يقول لا يجوز سب رموز أهل السنة يبقى أنت بتعتقد أن الرموز ديت ليست رموز لك ولا للإسلام، ولكنها رموز لأهل السنة والجماعة. طبعا هذا طبيعي أيها الأحمق. طبعا علي خامنئي لا يعترف بأنهم رموز للإسلام. من حق أي إنسان أن يعتقد أي عقيدة. يعني أنت أيها الجاموس، أيها البقرة، تجبرني أنا الشيعي أن أعترف بكفار أعداء الإسلام أعتبرهم رموز للإسلام؟ من أنت أيها الأبلة حتى تستطيع أن تجبرني على ذلك؟ من أنت؟ ما قيمتك أصلا أنت؟ فهنا التقي يستعمل لا يجوز سب رموز السنة، يبقى هو نفى أن دول تكونوا رموزه، فدي في حد ذاتها سبة. هو لم يستعمل التقية. نعم هم رموزكم أنتم فقط، لكنه أخطأ عندما سماكم سنة. أنتم لستم سنة، لستم على سنة النبي نهائيا. مسألة إن هو لا يسب، أنا لا أرضى بأن هو يسب، ولكن أرضى بأن هو يترضى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أنت أيها الأبله، أيها الكافر؟ من أنت؟ هذا وليد إسماعيل كافر، الذي يكفر الشيعة كافر، هذا يكفر المسلمين هو كافر. لا يوجد دليل عنده على تكفير 500 مليون شيعي، لا يوجد دليل عنده. هذا الرجل كافر، هذا الرجل يكره أهل البيت، هذا الرجل لا يمت للإسلام بصلة. يقول أنا أطلب من علي خامنئي أن يترضى على أبو بكر وعمر، لعنة الله على أبو بكر وعمر. أنت ترضى عنهم، هم رموزك أنت. ما علاقة الشيعة؟ كيف يترضون على أعداء الله؟ أبو بكر وعمر أعداء الله ورسوله، كيف نترضى عنهم؟ دي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو كده بيدخلنا في مسألة اغتصاب الخلافة، يبقى كده بيقر بسبة جديدة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم انظروا إليه واستمعوا إليه جيدا، كيف يصلي على النبي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلام غير مفهوم، ليس بلغة عربية، لا يجيد اللغة العربية عندما يصلي على النبي، يصلي على النبي بلغة لا أدري ما هي. ثم يقول علي خامنئي يتهمهم بأنهم اغتصبوا الخلافة. نعم هم اغتصبوا الخلافة رغما عن أنفك. هنا بقى السؤال بتاع حضرتك اللي هو ان احنا نتجاوز، خلي بالك استهلكت نص الوقت معلش. مساله ايه؟ ان احنا نتجاوز عن عاشوراء وما بعد عاشوراء والانفلات الامني واللي بيحصل. لا نتجاوز عن الصراع مش عن الصراع نفسه. ما الصراع جاي من ايه؟ هم بيقولوا احنا نازلين نحتفل بعاشوراء، هنجي لها برضه، ده لها سؤال. ما هو لها سؤال تاني. انا مع حضرتك ان احنا في الوضع اللي احنا فيه ده ما ينفعش ان يحصل تنازع او يحصل اي شيء يضر بالامن القومي. فاحنا هذا الكلام كله ترهات. هو يكره الامام الحسين، هو يبغض الامام الحسين، هو لا يريد ان يكون هذا الاحتفال بعاشوراء حتى لا يفتضح جده يزيد، حتى لا يفتضحوا بني أمية أولاد الزنا، وهو هذا ابن زنا، لأنه يبغض أهل البيت، كما قال النبي لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا. كأهل سنة وجماعة كمسلمين بنقول لا أبدا، هو يكذب، هذا لا يمت لسنة النبي بصلة وليس بمسلم. ما ينفعش. اما هم بقى دي حضرتك انت تسالهم، لان هم اللي طلعوا تصريحات ان احنا عاملين. تتكلم عن وجهه نظرك، مالكش دعوه، هو هيقول. فلسه معاك وقت. انا بقول لك نتجاوز. انا بقول يعني لك نتجاوز. بتقدم مبادره التجاوز. طبعا نتجاوز. مين هنا؟ الآن هذا كلام آخر لهذا الكافر وليد إسماعيل. من الأول نبتدئ بالتقرير اللي الأخت قالته. الصراع ليس صراعا شيعيا سلفيا، الصراع صراع شيعي ضد الإسلام. الآن لا أحد يلومني لماذا أقول عن هذا كافر. يقول الصراع شيعي ضد الإسلام، يعني الشيعة ليسوا مسلمين. هذا العفن المعفن يأتي بكل بساطة ويقول الشيعة ليسوا مسلمين، هكذا. أرى أن الطائفة الشيعية خارجة عن ملة الإسلام. يقول أرى، ومن أنت حتى ترى يا نجاسة الكلاب والخنازير؟ من أنت يا ابن الزنا حتى ترى؟ ما قيمتك وما قيمة رؤيتك يا معفن؟
دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لما برضو في التقرير أو حضرتك تكلمت وقلت إن في التقرير إن الشيخ علي جمعة قال إن هي المسائل الخلافية ما بين إن نحن أهل السنة والجماعة أو كمسلم. أنت لا تنتمي لسنة النبي، ولا يوجد هناك عندكم إجماع على سنة النبي، وأنت غير مسلم. أنت غير مسلم، أنت حتى قذر بهذه اللحية، هذه اللحية البشعة، لحية يزيد بن معاوية. وما بين الشيعة هي خلاف في الفروع، وأنا أقول طبعا الكلام ده ليس بصحيح عندما يطعن في كتاب الله عز وجل. هذه الكذبة الأولى، وليس لديهم غيرها، وهي كذبة مفضوحة، أن الشيعة يطعنون في الكتاب ويطعنون في القرآن ويقولون هو محرف، ويطعنون في الله ويطعنون في الرسول ويطعنون في الصحابة. هذه الكذبات الواضحات. 90% من علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن، حتى أنهم نظموا كتب في هذه خلاف في الفروع، وأنا أقول طبعا الكلام ده ليس بصحيح يطعن في كتاب الله عز وجل. و99% من علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن. يقول 99% من علماء الشيعة يقومون بتحريف القرآن. كلام مرسل هكذا يقوله، نجاسة تخرج من فيه، نجاسة تخرج من فمه. أين هم هؤلاء 99 أيها الأبله الأحمق يا ابن الزنا؟ أين دليلك على هذا الكلام؟ أين واقعية هذا الكلام؟ 99% من الشيعة يقولون بتحريف القرآن، لعنة الله عليك. ولا شيعي واحد على كوكب الأرض يقول بتحريف القرآن. أنتم رواياتكم التي تقول حرف القرآن. أنهم نقطوا في هذه المسائل، فده ليس خلافا في الفروع. عندما يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة فهذا ليس خلافا في الفروع، ولكنه خلافا في الأصول. أي أصول؟ هل أبو بكر نبينا؟ هل عمر عثمان عائشة حفصة نبينا؟ أي أصول تتكلم عنها؟ من أين أتيت بهذا الحكم الذي يسب بدوي جلف أجرب مثل عمر عاش قبل 1400 سنة في الصحراء، رجل كان يبيع ويشتري الأباعر، الذي يسبه يخرج من الإسلام ولقد نقض أصلا من أصول الدين. أين الدليل على هذا؟ أعطيني في القرآن آية أو أعطيني حديث صحيح للنبي يقول من سب عمر خرج من الإسلام، أو من سب أبو بكر خرج من الإسلام. بل على العكس، الأحاديث تقول من سب عليا خرج من الإسلام. النبي يقول للإمام علي حربك حربي وسلمك سلمي، يؤذيني من آذاهم، والذي يؤذي الرسول يؤذي الله. الذي يؤذي النبي هل هو مسلم؟ من الذي قال إن الذي يسب عائشة يخرج من الإسلام؟ عائشة هي النبي أم هي زوجة النبي؟ زوجة النبي غير النبي. أيها الأبله أيها الأحمق، تضحكون على الهمج الرعاع أتباعكم. أبو بكر كان ينش الذبان، كان إنسان ساقط، إنسان تافه. من أين أتته القدسية؟ حتى إنه لا يفهم معنى الحشيش في القرآن، لا هو ولا عمر. من أين أتت القدسية لحفصة؟ عثمان من أين أتته القدسية؟ إنسان شارب للخمر زاني، من أين أتته القدسية؟ الشيعة وعاشوراء طبعا يعني إجماع المسلمين على أن هذا يوم نجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى، ده عند المسلمين. طبعا هو يقول إجماع عند المسلمين، وهذا كذب، لا يوجد إجماع. هو مثل الكلب الأجرب ابن تيمية، كل شيء يقول عنه إجماع، لا يوجد إجماع. ثم يقول هذا يوم عاشوراء نجى الله به موسى من فرعون. وهل أنت من قوم موسى؟ هل أنت يهودي أم أنت مسلم؟ ما علاقتك بالنبي موسى؟ علاقتك شيء واحد، أن تؤمن بأن النبي موسى نبي، يجب أن تؤمن به نبي سلام الله عليه، وانتهى الأمر. ما علاقتك أنت بشريعة موسى؟ لكل منهم جعلنا شرعة ومنهاجا، كل نبي له شريعة ومنهاج. أنت من أمة محمد صلى الله عليه وآله، أنت يجب أن تكون على شريعة النبي وعلى منهاج النبي. ما علاقتك بالتفاصيل؟ وهذه كذبة طبعا هم اخترعوها. من أين يعرفون في يوم عاشوراء نجى الله النبي موسى؟ هذه كذبة لا يستطيع أحد أن يعرفها. من أين نقلتها CNN أو BBC أم رواياتكم المكذوبة عن اليهودي وهب بن منبه وكعب الأحبار اليهودي؟
أيها الكذاب الأشر. وهل أنت من أمة موسى حتى تحتفل بتفاصيل تخص أمة موسى؟ أنت من أمة محمد صلى الله عليه وآله. عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف. ثم هذا الأجرب يقول وهذا ثابت عند أهل البيت عند آل النبي، والله كذاب. كلام مرسل هكذا. أين الدليل الذي عرضه؟ أين الكتاب؟ أين الجزء؟ أين الصفحة؟ الكتب عند الشيعة مغيبة، أو الأحاديث التي تنص على ذلك مغيبة، وهذا اليوم هي ليست مغيبة. يعني أتريد من الشيعة أن يخترعوا أشياء ويكتبوها كما أنتم تخترعون أشياء وتكتبوها؟ هي ليست مغيبة. الشيعة لا يختلقون أكاذيب ويضعوها في كتبهم. صوم ويكفر سنة كما جاء في كتب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الشيعة المفروض أن هم بيعتمدوا عليها. أيها الكذاب الأشر، أي كتب هذه؟ أأنت تفهم بكتبنا أفضل منا يا ابن الزنا؟ ايه الجديد في السنه دي؟ الجديد في السنه دي دعوات اللي هنقول فيها بعض غضب، فيها بعض من العنف الشديد جدا، ان احنا هننزل عاشوراء السنه دي، ان احنا اخذنا حريتنا بعد 25 يناير، ان احنا سنمارس طقوس في يوم عاشوراء في الحسين. فطبعا ده احنا بنسميه فعل رغما عن انفك يا ابن الزنا. افضل للمشاهد. تفضل سوري. قال الإمام مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. أسمعتموه؟ قال الإمام مالك. وما قيمتك أنت وما قيمة مالك الذي تسميه إمام؟ طز فيك وفي مالك. أنت عندما تتكلم قل قال الله قال الرسول، لا تقل لي قال مالك. ومالك لم ينقل لا عن الله ولا عن الرسول. من سب الصحابة فقد خرج من الإسلام، ليس له. هذا كلام من جيبك، من جيب. أنت مصاب بالصنمية لمالك لأنك تلغي شخصيتك وتلغي عقلك وتتكلم بعقل غيرك، عقل مالك الأبله. يرتض من الصحابة فهو كافر. ده الإمام مالك هو اللي قال الكلام دي. فضيلة الدكتور جاوب عليه. قال حضرتك أنت بتقول إيه؟ أنتوا بتكفروهم. ما أنت بتكفروهم، يعني أنت بتقول إيه؟ أنت سلفي بتكفرهم. أنت قصدك إيه؟ أنا قلت لك السؤال كده. طب ولو كان الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة هو اللي بيكفرهم؟ الإمام مالك وأبو حنيفة، أنا أريده أن يقول النبي نبي الإسلام، أنتم نسيتم نبي الإسلام. طز فيك وفي أبو حنيفة. ما قيمتك وما قيمة أبو حنيفة؟ لا القول الفصل هنا برضه هيبقى الدكتور اللي هيقوله. لا مش انا مش عالم اصلا. انت حضرتك اللي طرحت. انا مش عالم، انا بطرح السؤال. انت بتطرح على مسلم، يعني انا راجل مسلم ولا انا سلفي؟ انت كافر بامتياز. انت حضرتك مسلم. انا مسلم. لكن انا بجيب لك اخوان المسلمين. كويس. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء منافقين، اعداء الله، اعداء اهل البيت. 4 كفروا الشيعة والإمام البخاري. يقول الإمام البخاري كفر الشيعة. طز فيك وفي البخاري، لعنة الله عليك وعلى البخاري. ما قيمة البخاري؟ هل البخاري هو نبينا؟ الرافضة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لو جيش كلامك ليه على أيامه. انظروا، لا يقول صلى الله عليه وسلم كما يقولون، لا يصلي على النبي صلاة مفهومة باللغة العربية. انتوا اللي سميتوا الاهل سنه وجماعه وبعد ما استتب الامر لمعاويه بعد قتل الامام الحسن. الائمه اكثر من 20 امام من ائمه المسلمين كفروا الذين يسبون. ده بتقولوا طز فيك وفي هؤلاء ال20 امام من ائمه الشياطين، ائمه الكفر. طز فيك وفيهم. 500 مليون شيعي يقول لي 20 امام كفروهم. إمام لا يقول حديث عن النبي أو آية عن القرآن، يقول لي إمام. موافقين. تمام كده. فهنا مسألة التكفير مش جديدة. ده يعني خرج عن ملة الإسلام بتكفير الصحابة. أصل إيه معناها؟ معلش بصراحة بسيط. أنا أجي كده أقول حديث روى كافر عن كافر عن كافر عن كافر عن كافر، هتقول لي بس راح فين؟ إيه روى كافر عن كافر عن كافر؟ هم كده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب واحد. لا هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا منهم إلا 7، وفي رواية 11 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. يعني معنى كده روايات عمر بن الخطاب لا تقبل، روايات أبي بكر الصديق لا تقبل، روايات عثمان لا تقبل، روايات السيدة عائشة لا تقبل. طبعا لأن هؤلاء كذابين، فكيف تقبل رواياتهم؟ هذه الروايات تقبل عندك. هؤلاء أعداء الله، هؤلاء أعداء الله، طبعا لا تقبل رواياتهم.